امبارح ظهر لينا الفيديو ده وأثار الجدل بطريقة فظيعة. يلا بينا نعرف ايه حكايته وايه أصله وفصله. مسا الجمال على أحلى متابعي قناة مصر جميلة مع نيرفانا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وبخير وبسلام. امبارح ظهر لنا فيديو اتكلم عن ان بيتم كسر الأحجار بتاعة الهرم، وطبعا دي كانت حاجة بالنسبة للناس اللي مش عارفينها مقلقة جدا ومخيفة جدا. معقولة وصلنا للدرجة دي ان احنا بنكسر الاهرامات بالشكل ده؟ هو انتوا يا جماعة مش عارفين قيمة الاثر ده؟ هو انتوا يا جماعة بتستخدموا الادوات دي ليه؟ طب انتوا بتعملوا ايه؟ طيب واسئلة كتيرة جدا من امبارح من شباب كتيرة جدا بتجيلي حوالين الاستفسارات، وناس دخلوا لي على الخاص بيسألوني في حاجات كتيرة جدا. طبعا أنا متشكرة جدا إن تم توضيح الموضوع على موقع وزارة الآثار وعلى مواقع الناس اللي شيرت. يعني الحمد لله إن بقى في وعي، إن الناس بدأت تسأل وفي نفس الوقت بتتراجع عن فكرها وبتوضح الحقيقة كما هي. الفيديو للي مش عارف ده يا جماعة فيديو بيتم دوريا، أو اللي بيحصل في الفيديو ده حاجة بتتم دوريا. يعني ايه دوريا؟ يعني كل فترة بيحصل تغيير في الكهرباء اللي موجودة في الأهرامات. هو انتوا لما بتدخلوا الأهرامات معلش مش بتلاقوا فيه إنارة جوه وبتلاقوا فيه إضاءة؟ الهرم من بره مش بيبقى فيه بالليل إنارة؟ طب الإنارة دي بتيجي منين؟ أكيد يعني مش هنسيب السلك مدلدل علشان الرايح واللي جاي يتكعبل فيها، فلازم يكون في نوع من أنواع توصيل للكهرباء بداخل الهرم علشان اثناء الزياره تكون في يعني في حاجه مريحه. لان اكيد انتوا لو دخلتوا الهرم وما فيش اناره هتكون الدنيا ضلمه جدا، مش هتشوفوا حاجه. فلازم يبقى في اناره، ده اساسي من زمان. فلازم تسالوا نفسكم هي الاناره دي جايه منين؟ جايه من الكابل اللي متوصل بالهرم. في الكثير من الاسلاك الكهربائيه اللي متوصله بالهرم ذات نفسه، يعني من خلال الاحجار بيمرروا اسلاك الكهرباء علشان يوصلوا النور جوه. طيب، هل ينفع ان احنا نسيب الاناره دي بره بحيث ان اي حد ممكن يتعرض للصعق او للكهرباء او يقطعها او ايا كان؟ لا طبعا، لازم تتعمل بطريقه تكون شيك وفي نفس الوقت تكون امنه جدا. فبيمرروها ما بين الاحجار. طيب، علشان تداري المنظر اللي بيحصل بتحط ماده. الماده دي عباره عن ايه؟ دي ماده اسمها ماده ربط. يعني مثلا احنا دلوقتي عندنا تمثال زي بتاع الملكه حتشبسوت ده كان متفتت. طيب، احنا عايزين نرجعه زي الاول واحسن. هل هل ينفع نحطه كده ونسيب الهواء في النص؟ لا، لازم نحط مادة ربط. يعني نعمل نفس شكل التمثال بمادة تكون آمنة على الأثر ذات نفسه، ما تتفاعلش معاه، علشان تربط بين القطع دي وبعضها وبعض. نفس الفكرة في تمثال الملك توت عنخ آمون اللي موجود في الكرنك. التمثال مش مكتمل، فلازم نحط المادة المكملة ما بين القطع الأصلية علشان تكمل لك انت المنظر وتشوف التمثال بالمنظر ده. في مثلا تماثيل كتيرة جدا زي مثلا تمثال حمقيونو. تمثال حمقيونو أصلا عيونه مش موجودة. طب تقدروا تقولوا لي العيون دي جت منين؟ جت بالمادة اللي بتوصل ما بين الأثر اللي موجود والأجزاء الغير موجودة. بنعمل عملية تعويضية. المادة دي مادة وصل بنستخدمها في الآثار. كل الأجهزة حول العالم صرحت باستخدامها لأنها غير متفاعلة. طب يعني إيه يا نيرفانا غير متفاعلة؟ يعني أنا لو حطيتها مع الأحجار الجيرية ما تاكلش الحجر الجيري، ما تعملش تفاعل كيميائي مع الحجر الجيري، هتعيش في سلام وهتبقى نفس الشكل ونفس الطبيعة، فمش هيحصل تغير في الأثر ذات نفسه. فالمادة دي أساسا مستخدمة في كل آثار العالم، مش إحنا بس، مش حاجة جديدة. فهم بتوع الترميم حاطينها ما بين الأحجار بعضها ببعض في الحتة دي فقط عشان يعملوا عملية الوصل دي ويسدوا المكان اللي بيطلع منه السلك الكهرباء. طيب السلك الكهرباء ده احنا عايزين نغيره أو حصل عطل أو بنجيب عمال. العمال دول بيروحوا بيستخدموا الأدوات بتاعتهم اليدوية، وما ينفعش التكنولوجيا خالص يا جماعة في الأهرامات أو في الآثار ذات نفسها. لازم كله يبقى يدوي، وبيكون مصرح ليهم بالأدوات دي وبالاستخدام ده، وبيعملوا الشغل بالمنظر اللي انتوا شايفينه في اوقات العمل بتاعته. فبالتالي انا مش شايفه ان المنظر ده
مريب او غلط او غير طبيعي او انا شايفه ان هو منظر عادي جدا. احنا علشان ناس في المجال فعارفين ان ده بيحصل، سواء هنا او في مكان تاني او في مكان تالت او في مكان رابع. هي المساله مساله ايه؟ ان هما بيستغلوا الناس علشان مش عارفه المجال ده، وده عادي يعني. انتوا اكيد مش هتعرفوا كل المجالات زي ما انا برضو مش عارفه كل المجالات، بس التوضيح دايما بيوضح لينا الامور ماشيه ازاي. وده السبب ان الدنيا هديت يعني من امبارح للنهارده. الناس سكتت. طب ليه سكتت؟ علشان حصل توضيح من الوزاره، عشان حصل توضيح من الناس، علشان الناس بدات تسال وبدات تفهم، فعرفنا الموضوع بيكون عامل ازاي. وانا وريت لكم اكتر من نموذج في الاثار المصريه، ولما انا كنت متخصصه في اثار تانية غير مصريه كنت وريت لكم النماذج عامله ازاي. دي ادوات، دي مواد عادي مستخدمه في الترميم. الترميم يا جماعه في مصر ليه متخصصينه، يعني ناس اكثر علم مننا، فلازم نرجع ليهم في الامور دي ونسالهم. الموضوع يا جماعه مش زي ما انتوا فاكرين ان كل الاثريين واحد، لا ده في تخصصات. وبتوع الترميم المصريين ايديهم تتلف في حرير. الدنيا في كل شيء. لا احنا عندنا احسن مراكز ترميم، وعندنا احسن مرممين. ده من زمان يعني، مش من دلوقتي، لا لا من زمان. وارجعوا بقى للمرممين القدماء زي مثلا الشيخ يوسف، احسن مرمم مصري، احسن مرمم في العالم اصلا، وشوفوا الشغل بتاعه عامل ازاي. فالاثار دي لازم يحصل فيها الشغل ده دوريا دوريا. هتشوفوا المنظر ده كتير، بس هو عشان اتصور فبان. ما ينفعش نشيل الكهرباء من الهرم، هتحصل الزيارة هتكون ملهاش لازمة. وفي ناس لو قفلنا الهرم هتقولوا اصل انتوا قفلتوا الهرم عشان مش عايزين المصريين تدخل، اصل انتوا قفلتوا الهرم علشان ايه، انتوا هتبيعوا الهرم. فهمتوا؟ طب نراضي مين؟ فالموضوع ده هتلاقوه كتير. ليه؟ لانه بيخدم على عدم الوعي بتاعنا، ان احنا مش عارفين الحاجة فبنتجنن بقى.